بص النهارده هكلمك في موضوع مهم جدا. كتير قوي يبقوا عارفين ان الرضاعه الطبيعيه مهمه، بس مهمه في ايه بالظبط؟ لا، النقطه دي محتاجه شرح اكتر. فخليني النهارده هتكلم انا عن الرضاعه الطبيعيه مهمه ازاي للام، وانت عرفني برضو مهمه ازاي للطفل. انت عارف يا وليد ان حكمة ربنا ان الرضاعة الطبيعية فيها اجسام مضادة ممكن تحمي الطفل من الفيروسات والامراض التنفسية. حلو قوي. للام كمان بتخلي وزنها يقل اللي بتكون اكتسبته وقت الحمل، فالرضاعه الطبيعيه بتساعد الام اللي بترضع ان هي تقل في الوزن بتاعها، دي حاجه كويسه جدا. انا سمعت كمان يا وليد بيقولوا ان الست الحامل ممنوع ترضع، هل الكلام ده صح؟ ممنوع ترضع لو جالها انقباضات في الرحم او جالها نزيف مع الرضاعه، ساعتها بنوقف رضاعه، ولكن لو ده ما حصلش لا عادي ممكن تكمل رضاعه لحد الاخر، مفيش مشكله. على فكرة يا وليد انا قريت عن الموضوع الفطام ان هو بيأثر على نفسية الطفل، بس ما سمعتش بصراحة ان هو بيأثر على نفسية الام. لا طبعا، مين قال كده؟ الترابط اللي بيحصل بين الام والطفل وقت الرضاعه بيأثر جدا على نفسيه الام بعد الفطام، فبتحتاج برضو سبورت او بتحتاج برضو دعم زي ما الطفل بيحتاج دعم برضو. سمعت طريقه من طرق الفطام غريبه قوي، بس اكيد شكلها غلط، بس انت صحح لي برضو. ان الام تقعد في بيت والطفل يقعد في بيت تاني يفضل يعيط مع نفسه لحد ما يفقد الامل لا لا وخلاص. لا لا الكلام ده غلط قوي يا غلط. وليد، ده بيأثر على نفسية الام ونفسية الابن. فالافضل يا وليد ان هما الاثنين الطفل والام يكونوا قاعدين في نفس البيت عشان ما يبقاش الطفل ممنوع من الرضاعه ممنوع من امه، فده ياثر على سلوكياتهم ونفسيتهم هما الاثنين. هقول لك معلومه اخيره، ان الرضاعه الطبيعيه طريقه من طرق، هي مش طريقه ناجحه قوي، ولكن طريقه من طرق منع الحمل، تمنع الحمل بنسبه 98%، ولكن ليها شروط، ان الرضاعه تكون بشكل مستمر ويبقى فيه رضاعه ليليه. عايز تقول حاجه تانية يا وليد؟ لا شكرا، حلو كده. بصراحه يا وليد انا مبسوط جدا بسبب الشيرنج المعلومات دي والناس استفادت بصراحه. كانت حلوه بصراحه. لو اي حد عنده اي كومنتس يكتبوه في التعليقات وانا وانت هرد عليهم. اكيد ان شاء الله.